اوكي، الاضاءة تمام، صوت تمام، كل شيء تمام، حلو. اذا كنت حاب تشتري كوينز عندك موقع اي فيفا كوين، عندهم اكثر من طريقة للدفع ونقل كوينز، تلاقون رابط الموقع وكود الخصم وطريقة الشراء في الديسكربشن. السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ شو مسوين؟ وياكم محمود تجزيرة وانا راجع لكم فيديو جديد. حلقة تسألني هذا المفروض كنت انزلها قبل اسبوع، اسف جدا اني تاخرت. اول شيء حاب اشكر كل شخص فيكم شارك، تقريبا فوق ال 300 كومنت، شكرا لكم شخص شخص. وقد ما اقدر حاولت اخذ اكبر قدر ممكن من الاسئله، فاذا واحد كتب سؤال وما طلع انا جدا جدا اسف، ان شاء الله في الجايات تطلع. فيلا نبتدي. قبل لا انسى حاب اقول لكم ان سويت لي حساب سناب شات، المفروض يطلع هني طق. اوكي طلع، كابتشر الصوره بس ضيفني. حلو. قبل لا نبتدي الاسئله بغير المكان اللي انا فيه، فمن باب التغيير يعني 1 2 3. ايش رايكم؟ بس اتمنى ان الشيء ضبط، يعني المفروض تغير المكان يعني. اذا ضبط، اذا ما ضبط ما ضبط. المهم قبل اجاوب على اسئلتكم بجاوب على الاسئله اللي وايد تكررت، اللي هي تعريف بنفسي. اولا، اسمي محمد صلاح الدين من البحرين، عمري 21 سنه، طالب اعلام في جامعه البحرين. خلاص جاوبت على اكثر الاسئله اللي تنسال. لا حد يقول لي مره ثانيه كم عمرك، شو اسمك، من وين، خلاص جاوبت عليها. فيلا نبتدي. افضل لاعب لعبت فيه في كل اجزاء فيفا. للامانه هاي السؤال وايد صعب، بس عن وجهه نظري انا في كل جزء اختار لاعب. بس بالنسبه لي افضل لاعب اللي صدق استمتع اني العب فيه حاتم بن عرفه في فيفا 2013. اتوقع كان عنده ثاني انفورم او ثالث انفورم، بطاقته كانت خرافيه، كان عنده 5 ستار سكيلز واربع نجوم او ثلاث نجوم قدم ضعيفه، بس كان شيء خرافي. كان يلعب في نيوكاسل ار ام، كان صدق مينون، يعني لاعب مينون. بس خلاص راحت ايامه يعني. هل بتنزل شيء غير فيفا؟ للامانه نزلت روكت ليج، نزلت كول اوف ديوتي، نزلت زومبي، بس ما حصلت دعم، او يمكن الناس يعني ما يحبون الشيء ذي. فانت اذا ببالك لعبه حلوه تحسها ممتعه، وقف الفيديو، انزل تحت اكتب اللعبه وارجع كمل الفيديو. ليش ما تصور لنا مشوارك في الفوت تشامبيونز؟ للامانه يا جماعه انا ما اتاهل وايد الفوت تشامبيونز، واذا اتاهل ما العب 40 مباراه، يعني ما عندي وقت العب 40 مباراه، وجدا صعب يعني. العب 6 مباريات ساعات 7، اكثر مره يمكن لعبت 16 15 مباراه، ولا مره كملت يعني. فما يسوى انزل فوت تشامبيونز ناقص يعني. وش يقرب لك؟ عبد الرحمن حمان رفيجي واخوي يعني، بس ما يقرب لي شيء يعني، صديقي يعني، مجرد صديق. من متى بديت تلعب فيفا؟ بديت فيفا من فيفا 2011، بديت التيمت تيم من فيفا 2013. مين افضل لاعب عندك في فيفا وافضل لاعب في الحقيقه؟ افضل لاعب في فيفا هالجزء للامانه سون الانفور، تلعب سترايكر شيء خرافي. وفي الحقيقه اكيد ليونيل ميسي، يعني طبعا انت اكيد تختلف وياي وجهه نظرك في ذا الشيء. انا اشوف ليونيل ميسي افضل لاعب، يعني انت وجهه نظرك على عيني وعلى راسي، يعني ادري ان احنا بتصير هوشه في الكومنتات، بس خلاص يعني ما له داعي. مدريدي ولا برشلوني؟ اتوقع الاغلب يعرف انا برشلوني، بس مو متعصب، لا عادي يعني. اتقبل النقاش وجهة رايك على عيني وراسي يعني. كيف تعرفت على عبد الرحمن حمان 391؟ طبعا حمان عرفته في 2013 2014، عرفته كان عندنا برنامج في الصيف اسمه مدينة شباب، رحت انا هناك كنت مشارك في البرنامج، هو بعد كان مشارك في البرنامج، فعرفته من هناك يعني، وخلاص صار رفيجي يعني. افضل جزء فيفا بالنسبه لك؟ افضل جزء بالنسبه لي بين جزئين، فيفا 2013 اول جزء لعبته، وفيفا 2017 اللي هو هالجزء، لان الاضافات اللي فيه جدا خرافيه، الفوت تشامبيونز، درافت، التحدي بناء تشكيلات، كلها اضافات خلت الجزء يكون ممتاز. ليش ما تسوي تشكيله سعوديه؟ سويت تشكيله سعوديه، تنزل تحت في المقاطع تلقاها، بحط لك الرابط في الوصف تشوفها. انت ليش خرافي؟ حبيب قلبي والله، خلاص ما اعرف شيء، مع السلامه. برنامج المونتاج اللي استخدمه فاينل كات برو، هو بس على اجهزه الماك، ما اتوقع انه هو موجود على الويندوز. منو احسن، ميسي ولا رونالدو بوجهه نظرك في فيفا 17؟ للامانه انا احب اللاعب اللي يكون عنده سكيلز، مهارات، فانا بختار رونالدو مع ان انا برشلوني يعني. ليش ما تنزل بشكل يومي؟ للامانه الشيء جدا متعب، وما احس اذا قدرت انزل بشكل يومي بيكون الفيديو في مستواه يعني. فيوم وترك، يومين وترك، واخلي الفيديو يكون ممتاز احسن ما كل يوم والفيديو يكون عادي يعني. محمد، لو خيروك مليون ولا القناه؟ شيء طبيعي اكيد بختار اكيد مليون يا حبيبي، تتغاش مره، باخذ المليون بفتح قناه ثانيه يعني، بسيطه السالفه، بوزع عليكم بعد كل واحد. ودي اصدقك بس قوية. تتابع انمي؟ واذا تتابع شنو افضل انمي بالنسبه لك؟ للامانه انا ما شفت وايد انميات، بس اكثر انمي شفته وادمنت عليه هو ون بيس يعني، بس للحين ما خلصته للامانه. لو خيروك يكون عندك مليون مشترك باليوتيوب ولا مليونين انستغرام؟ اتمنى تذكر اسمي محمد المطيري، والنعم فيك اخ محمد. اختار مليون في اليوتيوب اكيد يعني. سؤال جدا حلو، ما هو افضل منتخب تشوفه باوروبا حاليا؟ اتمنى تجاوب مهند احمد، والنعم فيك اخ مهند. انا اشوف افضل منتخب حاليا باوروبا منتخبين، بلجيكا من ناحيه عناصر شباب، ونفس الشيء فرنسا من ناحيه عناصر شباب. هالمنتخبين يعني عندهم اسامي جباره وكلهم صغار يعني.
ليش ما تصور فيديوهات مع اليوتيوبر الفيفاويين؟ ان شاء الله في المستقبل لما اطور مستواي واكون راضي عن مستواي ان شاء الله بصور معاهم. اي فريق تشجع؟ في الدوري الاسباني اشجع برشلونة، في الدوري الانجليزي اشجع ارسنال. ليه حلقت شعرك؟ يوم لعبوا برشلونة مباراة الاياب ضد باريس سان جيرمان اللي كانوا خسرانين فيها 4-0 في الذهاب، كانوا لازم يفوزون في الاياب، فانا قلت اذا برشلونة تأهلوا طافوا باريس بحلق شعري، وصدق صار يعني سيرجيو روبرتو سجل اخر دقيقة وحلقت شعري. شنو كانت ردة فعلك بعد هدف سيرجيو روبرتو باريس الريمونتادا؟ صراحة صرخت وعقب استوعبت انه لازم احلق فشوي تضايقت وعقب رديت استانست يعني. اغلى لاعب جاك في الباكجات في هالجزء اتوقع انه كوتينهو او جونزالو هيغوايين الانفورم، اما على طول الاجزاء حصلت فيفا 2015 ميسي تيم اوف ذا يير الازرق. وش بتسوي لو وصلت نص مليون؟ لما وصل نص مليون بقول لك شنو بسوي يعني. مشكلة والله. كيف كانت بدايتك في اليوتيوب وشنو كان هدفك في اليوتيوب؟ سؤال جدا حلو. بدايتي للأمانة أنا بديت كان عندي قناة قبل هذه كنت أنزل فيها مونتاج كود وسنيبرات وحركات، بس ما كملت فيها، كنت مع كلان يعني، وكنت بس إن أسوي الشيء اللي أحبه يعني مونتاج وكود وحركات. بعدين فتحت ذي القناة. وشنو هدفك في اليوتيوب؟ يمكن حاليا 100,000، وأتمنى إنك تكون سعيد ومستانس ومستمتع باللي أنا قادمه. هاي كل شيء بس. وش اللي ما عجبك فيفا 17؟ اللي ما عجبني سالفة المهارات. قبل كان اللي يعرف يسوي مهارات كان يقدر يستفيد من المهارات، الحين اذا تعرف تسوي مهارات ما تقدر تستفيد منهم. هالجزء وايد يعني المهارات ما منهم فايدة، تحس اللاعب يسوي المهارة الكرة تروح بعيد عنه، ما ادري ايش السالفة، فالمهارات ما منهم فايدة. ما فكرت تحول على الاكس بوكس؟ للأمانة لا ما فكرت، يمكن في المستقبل يعني، مع انه يقولون فيفا بتكون حصرياتها على البلاي ستيشن الجزء القادم يعني، بس ما ادري. سؤال ليش انت مثبت على فيفا؟ ليش ما تلعب العاب ثانيه غير فيفا؟ وقف الفيديو انزل تحت واكتب لي العاب تقترح اني انزلها. انا مو بس العب فيفا، ترى العب روكت ليج، العب كود يعني، بس ازيد شيء احصل دعم على مقاطع فيفا، عشان شي انزل مقاطع فيفا. شنو اسم امك؟ ام محمد. وش تحب تشكيله؟ احب تشكيله الايطاليه 4-3-1-2، هاي تشكيلتي. سؤال شنو اكلتك المفضله؟ للامانه انا احب كل شيء، اكل الخضر واليابس، فما عندي اكله مفضله. ليش ما تسوي فلوجات وايش اسمك؟ الحين داش المقطع واخر شيء تسالني ايش اسمك. المهم ليش ما اسوي فلوجات؟ لان ما احس ان اقدر اسوي فلوجات يوميه، او ما عندي شيء في يومي اسويه عشان اصور فلوج، بس ان شاء الله اذا صار في معارض وفعاليات خاصه بالجيمنج والانمي بصور لكم فلوجات. سؤال من حبيب الشعب حمال، لماذا يلقبك الناس باسم فنكوش 3 غشمر؟ سؤال يقول شنو سيارة احلامك؟ سيارة احلامي لامبورجيني افنتادور. وشكرا حمال على مرورك يعني. قد رحت مكان برا البحرين؟ اي سافرت يعني تقريبا، رحت دول الخليج كلها. وش تتمنى اشياء فيفا 2018؟ صراحة ودي يرجعون التريد اوفر اللي كان موجود في فيفا 2015، انك تقدر تبدل لاعبين، تنقل لاعبين من يوزر ليوزر وتسوي عملية تبادل يعني. ودي بعد يردون البطولات اللي كانت موجودة في الاجزاء اللي قبل، مثلا يسوون بطولة شروطها لاعبين من الدوري الانجليزي، لها كاس بروحها، لها جوائزها بروحها، نفس الاجزاء اللي طافت يعني. موجود دي الشيء في الاوفلاين بس شالوه من الاونلاين، صار بس ادوار اقصائية حق الفوت شامبيون، فاتمنى يرجعونه يعني. وش افضل لعبة جربتها في حياتك؟ السؤال ذي يعور القلب يا جماعه. افضل لعبه جربتها في حياتي كود 6 مودرن وورفير 2. هاللعبه يا جماعه شيء من الخيال، هي اول لعبه جربتها في حياتي في سوني 3 يعني، اول لعبه لعبتها هذه، ولعبت اونلاين صراحه كانت لعبه سكارج سنايبر بارت، يا اخي لعبه اسطوريه كانت، بس خلاص راحت ايامها للاسف. ليش ما تسوي تحدي فيفا مع المشاهير؟ ان شاء الله في المستقبل، ليش لا. سؤال ليش ما تلعب نمط المهنه؟ صراحه انا احس نمط المهنه يعني يبي له وايد وقت وبياخذ وايد وقت، بس عشانكم انتم وخلاص ما ردكم لاجل عيونكم يعني، وقفوا المقطع ونزلوا تحت كتبوا تبون نمط المهنه حق مدرب ولا حق لاعب، وكتبوا شنو هو النادي اللي اختاره. ازيد الاسئله اللي ذكرت، ليش ما تسوي فيديوهات مع حمان؟ ليش ما تصور مع حمان؟ ليش سحبت على حمان؟ نبي حمان، وين حمان؟ ليش ما تنزل مع حمان؟ يا جماعه هدوا. حمان صار يلعب في اكس بوكس وانا العب بلاي ستيشن، فصعب ان العب وياك طول الوقت، بس ما بيني وبينه اي شيء يعني. حمان للحين رفيجي واخوي، واطلع وياه ويشوفني واشوفه يعني. تونا مصورين مقطع، اذا ما شفت انزل تحت الوصف بتحصلون فيديو في قناه حمام بعد تحت. ان شاء الله بعد في المستقبل في فيديوهات اكثر بيننا، بس ما بيني وبينه اي شيء، بس اللهم هو عنده اكس بوكس وانا عندي بلاي ستيشن. بس هاي كان كل يعني اليوم. اتمنى المقطع عجبكم، لا تقصرون باللايك والنشر كومنت والدعم الخرافي، وشكرا لكم، شكرا حق كل من شارك ما قصرتوا. فبنرجع مكاننا المعتاد. اوبس ما يشتغل، شو السالفه؟ خلاص نختم هني، مع السلامة شباب.